3 كيلو عاد حمرتها، يعني المجموع 3 كيلو محمره. خديت هنايا جنجلان اللي طحنته مزيان، ولكن ما خرجش ما عطاش الزيت، لان الهاشوار ما خرجتليش الزيت. خديت نص الكميه اللي طحنتها مزيان ودرتها جنجلان. وخديت نص الكميه ديال اللوز حتى هي، نص هرمشته والنص طحنته هكا ولا قريب معلك، وانما ما خرجش الزيت، غير قريب معلك وصافي. خديت انا قوقاو تانيك نص الكميه حتى هو طحنته مزيان مزيان. والكميه الاخرى كما قلت لكم غير هرمشتهم بثلاثه بيهم، سواء جنجلان او لا قوقاو وحتى اللوز. هنايا خديت سكر كلاصي، درت ما نقولكمش العبار. المهم التوتال كامل درت نص كيلو، نص كيلو اللي كفاني في هاد التخليطه ديال السلو. خديت هنايا النافع 4 ديال المعالق كبار ديال النافع، و4 ديال المعالق كبار ديال حبة حلاوة حتى هي، و4 المعالق كبار ديال القرفة. صافي كنخلطهم مزيان 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 مزيان. هنا غادي ناخد عاوتاني كوزة مطحونة، وغادي ناخد هنايا خديت المسكه الحره طحنتها مع سكر كلاصي هكا باش تطحن مزيان. خديت هنا واحد القبيصه ديال الملح هكا، عينكم ميزانكم ما تكثروش، غير باش تعطي البنه وصافي، باش ما تجيش هكا يجي هكا سلو صامت بزاف. ضروري نديرو هكا واحد القبيصه هكا ديال الملح. صافي هنا كما قلت لكم غادي ندير القرفه 4 المعالق هكا كبار، ومن بعد غادي نخلطوا كلشي. هاد المكونات كامله غادي نخلطهم هكا مزيان مع بعضياتهم. من بعد غادي نستعن ب بليغون، غادي نستعمل ليغون احسن حاجه باش هكا نكون مرتاحه وانا كندلك في سلو، باش هكا يعني سلو راه خصو الجهد، خصو الخاطر، خصو الوقت. الجهد والخاطر والوقت ضروري، الا ما كانش عندك هذا الشيء ما عندك والو، وراكي ما تقدريش ديريه. صافي هنا كنخلطو مزيان مزيان مزيان، خصو يتخلط مزيان والمكونات يدخلوا مع بعضياتهم. سيرتو انا ما طحنتش دوك المكونات اللي خصهم يخرجوا الزيت، ولكن بعدا استعنت بانهم ولاو شويه هكا معلكين وصافي. صافي هنايا درت سكر كلاصي، بقيت كنزيد عيني ميزاني وكندوق عيني ميزاني. هنا خديت هاد العسل هادي ديال الزمزامي، خديت غير واحد 100 غرام اولا 150 غرام هي اللي درتها. واخا الناس لو ملي كديري له العسل اولا الزبده كيتجمد، ولكن حاولت